السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة لتفتيح البشرة، وصفة من الاخر بجد. وعايزة اقولك الوصفة بتاعتي دي جامدة جدا في علاج حاجات كتير جدا في البشرة. طبعا تابعيني لاخر الفيديو عشان تعرفي الوصفة بتاعتي وازاي تعمليها صح، وكمان ازاي نستخدم الوصفة وتجيب معانا نتيجة بسرعة. يا ريت يا حبايب قلبي قبل ما اقول الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نشوف الوصفة هنعملها ازاي. معايا اول مكون وهنحتاج الكركم. بقينا بنستخدمه في وصفات كتير جدا لان في ناس كتير ما تعرفش فوائده، فانا قلت فوائده في الفيديو، في كذا فيديو قبل كده. الكركم كويس جدا. عايزة اقولك ان الكركم هو نبات اصلي فعلا في الهند، فعال جدا في مرض الجرب. طبعا سوري ان انا بقول كده بس دي حقيقة. يعني الناس اللي بيكون مش هقول جرب، يعني في حكة في جسمهم. عايزة اقولك ان الكركم حلو جدا وبيهدي البشرة جدا. تاني حاجة ان هو بيشفي من الجروح وبيقلل من اسباب الالتهابات، لان طبعا هو فيه مضادات التهاب زي ما قلنا قبل كده. وكمان في مضادات للأكسدة بتساعد البشرة ان هي لو فيها ندبات او اي حاجة البشرة تكون احسن. هتشيل الندبات دي، هتشيل التصبغات اللي بتكون في الوجه، يعني بيفتح البشرة بشكل فعلا ملحوظ جدا. وكمان بيعالج البشرة وبيحفز البشرة على انتاج كولاجين. فده كله في الكركم بصراحة حاجة كويسة جدا. وعايزة اقولك ان هو كمان بيساعد في علاج الصدفية زي ما قلنا قبل كده. ولو كمان بتضيفيه على الاكل بتاعك برضو تمام جدا، المفعوله هيكون كويس، لان هو بيستخدم كمكمل غذائي اصلا. بيخفف طبعا زي ما قلنا من الندبات اللي بتكون في البشرة، ومن كمان حب الشباب على طول. فانتي استخدميه في كل حاجة، لان الكركم حلو قوي. وكمان زي ما قلنا ان هو بيساعد على تهدئة البشرة، بيخلي البشرة دايما هادية. جلد ناعم بيخليها احسن. دي كان اول مكون معانا. حبيت بس ان انا اقول لكم فوائده كامله لان في ناس كتير قوي ما تعرفش الكركم فوائده ايه. تاني مكون هنحتاج الليمون، ويا ريت البشره الحساسه ما تستخدمش الليمون، تستخدم بداله حليب زي ما قلنا قبل كده في الوصفه اللي فاتت. الوصفه اللي فاتت تنفع لجميع انواع البشره. يبقى هنستخدم احنا المره دي ليمون على الوصفه بتاعتنا. يبقى نص معلقه من الكركم، وهنحتاج معلقة ليمون بالشكل ده، ونقلبه لحد ما نشوف هيحتاج تاني ولا لأ. متهيألي ان شاء الله مش هيحتاج. بالظبط كده. شفتوا بقى شكله عامل كده، يعني عامل زي العجين بس مش متماسك قوي، فاهمين؟ بحيث ان احنا نقدر نفرده على بشرتنا. وعايزه اقولك كمان عشان نسيت في الفيديو اللي فات، عايزه اقولك ان انتي تقدري يعني لو مثلا بقى في علامات صفرة في بشرتك بعد ما استخدمتيه، مش مشكلة جدا. هاتي حتة قطنة صغيرة والحتت الصفرة اللي فضلت في البشرة اعمليها بالقطنة، مش هتلاقيها. وما تقلقيش لو لقيتي حاجة صفرة في البشرة بعدها. هنحطه طبعا، هنفرده على بشرتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا انا يعني هخلص الماسك معاكم واقوم افرده برضو على بشرتي. هنفرده على بشرتك بالشكل ده، وهتسيبيه لمدة 10 دقايق. وبعد كده بسيط كده بحركة دائرية هتغسليه. بعد ما تفركيه طبعا بحركة دائرية هتروحي غسلاه بقى تحت المية مية فترة. وخلاص على كده الوصفة حلوة قوي وان شاء الله بتجيب نتيجة كمان بسرعة جدا. لان الليمون بيفتح اي بشرة، يعني لو عندك تصبغات ولا عندك اي حاجة في البشرة على ضمانتي انا اعمليه وهتشوفي بنفسك النتيجة، وهتشوفي ازاي على طول جدا يعني هيختفي السمار. وكمان عايزة اقولك ان هي بتفتح من اول استخدام، يعني من اول ما تغسليها هتلاقي ان شاء الله تفتيح كامل. يا ريت وصفتي تكون سهلة وعجبتكم. هتعمليها مرتين طبعا في الاسبوع. اي حد عنده استفسار او اي حاجة يكتب له في كومنت، انا تحت امركم. اشوفكم ان شاء الله على خير في الوصفة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.